جرس الباب رن دي، فقلت لها اتفضلي. قالت لي لا شكرا بس انا عايزه منك بطاطسيتين. دخلت جبت لها الاتنين بطاطس، ما عداش يومين يا ولاد ولقيتها نفس الجاره اللي انا ماليش علاقه بيها اصلا بتقول لي استاذنك بس في شويه ملح. عدى يومين تاني بصيت لقيتها بتخبط، وانا كل مره افتح الباب بتلقائي وخارجه لها في ايدي كيس بسكوت، مش خارجه بفرخه محمره يعني. ضحكت كده وقالت لي هو انا كل ما اخبط عليكي الاقيكي بتاكلي؟ يا بنتي تخنتي وبقيتي قد العجله، انا جايه اعزمك على فرح اختي وما اعتقدش ان في فستان سواريه هيجي على مقاسك، اوعي ما تجيش بقى. انا تخينه؟ انا عجله؟ انا مفيش سواريه هيدخل فيا؟ وبعدين قلت بنتي يا منمن ما تفكري صح وتحسبيها من الناحيه الايجابيه، مش يمكن يكون كلامها صح. وبعدين ما تنسيش ان انت في الشتاء والشتاء بيجوع، وطول ما انت قاعده عماله تنقنقي وهتخرجي من الشتاء كده زي دالك بتاع 10 كيلو، فخدي الموضوع من الناحيه الايجابيه. رحت عامله ايه؟ رحت مكلمه اماندا وقلت لهم بقول لكم ايه يا اماندا، انا عايزه واحد. قالوا لي واحد بس، قلت لهم لا اقول لكم خلوها 2 وايه وبسرعه جدا، انا مستعجله قوي جدا خالص. وفعلا يا اولاد ما كدبوش خبر، وفي ثواني كان عندي اوردر اماندا. وقلت اما اوريكي بقى انا هيدخل فيها سواري ولا مش هيدخل. اوريكم الاوردر كله وهكلمكم عنه بالتفصيل. جبت 2 كرسي، واحد اسود واحد بيج. الكرسي ده هيخلي مقاسي يصغر مقاسين من اول لبسه، وهيدي للجسم كده شيب ونحته حلوه قوي. بصوا هتبصوا كده تقولوا ده يلبس ده. الخامات اللي فيه دي بتمط وبتلبس اي جسم، وكل جسم بيبقى ليه المقاس بتاعه. الكرسي ده من الخامات مناسبه للبشره الحساسه، وعن تجربه شخصيه يا جماعه خامته مريحه جدا وبيخلي البشره تتنفس ومفيش هرش ولا اي حاجه مكان ما بيتلبس. اما بقى اهم حاجه واللي انا جايباه عشانها ان هو هيخلينا ما ناكلش كتير. ايوه ليه بقى؟ هو شغال على طريقه السنه النبويه ان هو بيضغط على المعده فيخلينا ما ناكلش كميه كبيره من الاكل. ده الشورت اللي انا لبسته طول ما انا في البيت بكون لابساه، بخلعه عندي النوم بس بيضغط على المعده ضغطه خفيفه، مش بيكتم النفس ولا حاجه، فيخلينا دايما حاسين بالشبع. ولما بناكل كميات اكل صغيره جدا، فمع الوقت ده بيخلينا ما نعكش، ما ناكلش كتير، فبيخلي جسمنا ينزل وزن. فتحفه جدا يا جماعه. اول لبسه كان صعب جدا وطلع عيني على ما لبسته، بس مجرد ما اتلبس لبسه والتانيه خد شكل الجسم وبقى مريح جدا، وبقيتش حاسه ان انا لابسه حاجه. بيتساب مكان المؤخره والبرا علشان ما يبقوش ضاغطين عليهم ويكون شكلهم مش حلو في اللبس. دي اسرار النجوم والمشاهير لما بتلاقوا جسمهم متظبط ومرسوم رسمه حلوه كده. تعالوا كده نجربه بقى تحت اللبس ونشوف ايه الاخبار. ولا باين ان احنا لابسين حاجه، الجسم اتشد وشكله صغر نمرتين عن الاول، ولا باين تحت الهدوم ولا حتى مضايق ولا اي حاجه.